اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اول حلقه من حلقات بودكاست ايديو توك اللي هنتكلم فيه عن كل حاجه تخص منصه درسلي والتعليم اونلاين وكل حاجه تخص او كل حاجه بيسال عنها المدرس والطالب في التعليم الاونلاين. ومعانا النهارده ضيفنا العزيز استاذ صلاح المصري احد مؤسسي منصه درسلي. ازي حضرتك استاذ صلاح؟ الحمد لله. منورنا. والله مبسوط ان انا معاكم النهارده. ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك. اول حاجه كده عايزينك بس الاول تعرفنا بنفسك. انا مستر صلاح المصري، مدرس علم نفس ومدرب في مجال الجرافيك وصناعة الفيديو. عارف ان الاتنين ممكن ما يبقى لهمش علاقة ببعض شوية، بس هي هواية عندي من وانا صغير. فكرة الكمبيوتر والاي اي والكلام ده. والحمد لله بفضل الله النهاردة مدرب تقريبا 3000 صانع محتوى ومدرس. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. طب في بداية كلامنا كده عايزين نسأل سيستم او فكرة درس لي جات لكم ازاي؟ هقول لك على حاجة. الأول احنا فريق مش صغير، احنا فريق كبير. معانا مدرسين، مبرمجين، ناس بتشتغل في مجال الايديتنج والجرافيك. كلنا مع بعضنا كده فكرنا ان احنا محتاجين نطلع حاجة جديدة تقدم قيمة حقيقية بجد، ويقدر من خلالها المدرس يستفيد. مش مجرد ان انا اديله منصة يقدر يرفع عليها فيديوهاته مثلا واقول له شكرا كده خلاص. لا، كانت الهدف الحقيقي هو ان التيم كله نعمل حاجة المدرس يحس ان هو مستفيد بجد منها. ومن هنا بقى فكرنا ازاي نقدر نعمل درسلي، وبقالنا فترة طويلة مش قليلة شغالين على البروجكت ده، لحد ما بفضل الله يعني النهاردة قدرنا نقدر نقول إن هو وقف على رجليه، ومدرسين كتير ابتدت تستخدمه وتجربه. وطبعا مع الوقت احنا بنطور نفسنا كمان، بنقدر نعرف ايه المشاكل بتاعتنا فين، بحيث ان احنا نقدر نظبطها، نقدر نعالجها. والحمد لله يعني النهاردة احنا في مكان غير لما كنا فيه من 7-8 شهور. الفكرة يعني دلوقتي في منصات تعليمية كتير جدا، لكن الطالب مثلا او المدرس سواء الطرف ده او الطرف ده لما يجي مثلا يشترك معاك، ايه المميز اللي هيخليه يشترك معاك مش موجود في منصات تعليمية تانية؟ هقول لك على حاجة. كل المنصات التعليمية بتقدم خدمات معروفة. يعني المنصة هي عبارة عن حاجة بتقرب ما بين مدرس وما بين طالب، ولكن اللي مش عارفه بقى هي هقرب ما بينهم ازاي. هل يا ترى هقول له تعال انت كمدرس ارفع شغلك على منصة، وسواء بقى الطالب ده فاهم مش فاهم، بيمتحن ما بيمتحنش، بيدفع فلوس وخلاص، ما كانش ده الهدف. هدفي ان انا عايز المدرس يحس ان هو مطمن من ناحية ان الطالب بتاعه فاهم، ان الطالب بتاعه استوعب اللي اتقال خلال المحاضرة اللي هو عملها دي، فيقدر المدرس كمان يمتحنه عليها، يقدر يعمل له واجبات. فالفرق ما بيني وما بين اي منصة تانية، او ما بين درسلي وما بين اي منصة تانية، ان درسلي هتحسس المدرس بالاطمئنان من ناحية الطالب بتاعه، ان الطالب بتاعه فاهم بجد. وكمان الطالب هيبقى مبسوط جدا لما يحس ده انا اتشرح لي، فهمت، طبقت وحليت. اعتقد ده كل اللي محتاجه الطالب علشان خاطر يبقى واقف على رجليه بجد، ويقدر يكون قلبه جامد من ناحية المنهج بتاعه. فدي كانت اكتر حاجة احنا حطينا في دماغنا، هي اننا نقدر نقدم استفادة حقيقية كمحتوى. ده رقم واحد. ده رقم واحد عندنا دايما، لان بدون انا لو فقدت النقطة دي يبقى انا فقدت احد الاعمدة المهمة للسيستم كله. هو ان انا خلاص المدرس او الطالب ما بقاش فاهم، او المدرس ما بقاش عنده يقين داخلي ان الطالب بتاعه ما بقاش فاهم. فدي ازمه. ولو انا فقدت نقطه زي دي يبقى انا زي اي منصه تانية. ولذلك دي هنركز عليها جدا، ودي هتبقى قدام عينينا دايما. طب خلينا مثلا نحط نفسنا كده مكان المدرس هو اللي يهمه في الاول في الاخر المحتوى اللي هو هيقدمه للطالب. بالظبط. فممكن في مدرس يقول لك طب انا هقدم المحتوى، الطريقه اللي هقدم بيها المحتوى بتاعي، العمليه اللي المفروض تتعمل، اللي هعرض بيها المحتوى بتاعي على الطالب، هتتم ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. سيستم درسلي زي اي ويب سايت تاني،
تسجل، تعمل حساب بالايميل بتاعك او بالموبايل بتاعك، وبعد ما بتسجل بحساب كمدرس طبعا وتأكتف رقم التليفون بتاعك، بتتفتح لك اوتوماتيك داشبورد. دي داشبورد مدرس. داشبورد دي بيلاقي فيها كل الادوات اللي حرفيا هو هيحتاجها. عندك بقى المدرس ده، انا كمدرس علشان اقدر ادرس للطالب بتاعي اونلاين محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج ان انا اكون لايف مع الطالب بتاعي ده، اقدر اطلع له لايف، ما يبقاش الكلام مجرد فيديوهات مسجله وانت فهمت ما فهمتش. لا، انا عايزك تطلع لايف، مش عايزك تطلع لايف بس كده وخلاص تتكلم. انا عايز كمان يبقى معاك ادوات في اللايف ده، عايز يبقى معاك سبوره تقدر تكتب عليها. اللايف بتاعك ده ينفع يتسجل اوتوماتيك كمان، لان انا كمدرس ممكن انسى اسجل لايف. اللي هو يعني بمجرد انتهاء اللايف هو يبقى موجود على عندك على بالظبط كده. يعني هو بمجرد ما هيطلع لايف، الويب سايت تلقائي هيعمل ريكورد لللايف بتاعه، ومش بس هيعمل له ريكورد، ده هيعيد رفع اللايف تاني في الترتيب بتاعه في الكورس اللي هو بيقدمه للطالب. يعني الطالب بمجرد ما هيقفل 5 دقايق بالظبط هيلاقي تسجيل اللايف موجود بدون تدخل من المدرس نفسه. فأصبح كده المدرس يقدر يطلع لايف، يقدر كمان لو هو مسجل فيديوهات على جهاز الكمبيوتر بتاعه. انت عارف ان طبعا احيانا انا كمدرس بحتاج ان انا اسجل جهاز الكمبيوتر بتاعي او اسجل الشاشة، بشرح على باوربوينت، بشرح على حاجة معينة، والحاجة دي اقدر ارفعها للطالب بتاعي على السيستم. وده برضو اوبشن موجود معاه انه يقدر يرفع المحتوى بتاعه ايا يكون المحتوى ده ايه. بالاضافة طبعا انه يقدر بعد كل محاضرة يقدر يعمل امتحان، يقدر يحط واجب. دي نقطة مهمة. وطبعا احنا يعني ايه، كل النقط دي هي نقط فنية في التعليم نفسه، يعني نقط خاصة بالتعليم نفسه، سواء لايفات، فيديوهات، الكلام ده كله. لكن الأهم من كده هو إن السيستم كمان هيوفر نظام محاسبة للمدرس. هيقدر المدرس من خلاله يعرف في كم طالب اشترك معايا، دفعوا قد ايه، مفروض فلوسي قد ايه، هستلم فلوسي ازاي. ده كله، ما ده بقى دي النقطة اللي احنا كنا جايين لها بعد كده. بالظبط. المدرسين بقى هتسأل انا المفروض الطريقة اللي هحاسب بها ازاي، وفي نفس الموضوع الطالب هيدفع فلوسه ازاي. بالظبط. دي برضو نقطة مهمة جدا. طبعا احنا منصات تعليمية كتير بتشتغل في مصر عن طريق انه الطالب بيتواصل مع المنصة، فالمنصة بتقول له ادفع مثلا تكاليف اشتراكك على رقم. الكلام ده كله بيكون تلقائي، بيكون مع المسؤول عن المنصة عن طريق واتساب او عن طريق اي حاجة. لكن مع سيستم درسلي مش هيكون فيه كده. الطالب بتاعك هيدخل، انت عامل خطة معينة للكورس بتاعك، وليكن صلاح المصري مثلا عامل كورس في علم النفس، الكورس ده تكاليف اشتراكه للطالب الواحد 100 جنيه. فاقدر انا كطالب ادخل اختار مثلا الكورس بتاع مستر صلاح واقدر ادفع فلوسه مباشرة من السيستم بوسيلة الدفع طبعا المتاحة بالنسبة لك، سواء كانت محفظة، كان انستا باي، كان تحويل بنكي، ايا يكون الوسيلة دي ايه. حتى لو انت بره مصر الوسائل دي هتكون مناسبة ليك جدا. طيب، وبعد ما يدفع الطالب بيتأكتف له مباشرة التدريب بتاعك. طب هل انا كمنصة ممكن اتدخل في حاجة زي دي او في عملية زي دي؟ اجي اقول مثلا عبد الرحمن عامل كورس ب 100 جنيه اخليه انا ب 50 جنيه، او افرض على عبد الرحمن انه يخلي الكورس بتاعه بكذا؟ دي حاجة مش موجودة ابدا. دي حاجة راجعة انت اللي بتقدر شغلك وبتقيم. احنا كمدرسين انا ممكن مثلا اخد من درسلي او من سيستم درسلي باقة معينة، بس مش معنى ان انا واخد باقة معينة ان الباقة دي هتفرض عليها اشتراك معين للطالب. انت اللي بتحدد، انت اللي بتقيم شغلك، انت اللي بتقيم. يعني حضرتك قصدك اللي هو اشتراك المدرس معاك ملوش اي علاقة باشتراك الطالب مع المدرس مع نفسه. يعني انا كمنصة ماليش دخل بحاجة زي دي، وما تخصنيش بشكل قريب او بعيد كمان. انا اللي يهمني ان انا بقدم لك اداة وبقدم لك خدمة، وانت بالفعل كمدرس اشتريتها واشتركت فيها. فيما دون ذلك هو ما يعنيش، يعني حاجة ما تخصنيش. طب كتير من المدرسين او مثلا في كتير من المدرسين ما عندهمش جانب ان هو ايه، او ما جربش جانب ان هو يدي دروس او يدي دروس اونلاين او ينزل محاضرات اونلاين قبل كده.
فيجي مثلا يتكلم معاك يقول لك انا مثلا عايز ادخل، بس انا ما عنديش وسيله لرفع فيديوهاتي، او انا ما عنديش فيديوهات. ده رقم واحد. وفي نفس الوقت انا ما عنديش خبره في ان انا ارفع فيديوهات او ان انا اتعامل اونلاين، وهو عايز ياخد خطوه زي دي. هل يعني ايه اللي المفروض بتتعاملوا معاه بقى في حاله زي دي؟ طبعا احنا مدركين تماما ان مش كل المدرسين بتبقى زي بعض. مش كل المدرسين يعني لو انا مثلا كصلاح معايا فيديوهاتي وبنزلها للطلاب بتوعي، فممكن عبد الرحمن ما يكونش كده. مع كمان الأخذ في الاعتبار فكرة القدرات، في مدرس بيبقى التعامل بتاعه مع الكمبيوتر كويس عن مدرس تاني. وطبعا لأن السيستم معمول لكل المدرسين، مش مدرس بعينه، فاحنا أكيد راعينا أكيد حاجة زي دي. فأنت كمدرس لو حتى مش معاك فيديوهات تقدر تبدأ باللايف، وزي ما اتكلمت قبل كده ان اللايف ده بيتسجل اوتوماتيك، وده ممكن يكون بداية محتواك أصلا. يعني أنا لو ما عنديش فيديوهات، انا ممكن الطلاب بتوعي ابتدي معاهم لايف، وكل لايف هيتسجل ويترفع في مكان. بعد فترة قصيرة هتبص تلاقي نفسك بقى اوريدي معاك محتوى تقدر تستخدمه، وتقدر يقدر طلابك يدخلوا يشوفوه بكل بساطة. ففكرة ان احنا او ان السيستم فيه لايف مش بس عشان اللايف مهم بالنسبة للطالب انه يكون مع المدرس بتاعه ويسأله، لكن كمان علشان خاطر المدرس ده لو مش متاح معاه محتوى يقدر كمان يبدأ محتوى من غير ما يحتاج او من غير ما يكون عنده فيديوهات مسجلة. فيقدر يرفع اللايفات بتاعته، او هي هتترفع اوتوماتيك. بمجرد ما بينهي اللايف بتاعه بيترفع اوتوماتيك، والطالب بيقدر يشوفه في اي وقت. ده من اي مكان يعني؟ هو بقى اللايف ده ممكن يعمل اي لايف من اي مكان هو عايز؟ من اي مكان. ده بقى طريقته، مش حضرتك مثلا ما بتربطوش بمكان معين يعمل منه اللايف؟ حتى لو عايز يعمل اللايف بتاعه من الموبايل بتاعه ويطلع لايف مع طلابه، ده امر برضو متاح جدا، وده امر عادي. ولو اني افضل ان التعامل بتاع المدرس يكون من خلال جهاز كمبيوتر، ده يكون افضل. مش عشان بس درس لي، لا، ولكن علشان انا كمدرس وجود جهاز كمبيوتر معايا هيفتح لي مجال تاني ان انا اتعلم حاجة تانية، باوربوينت، الكلام ده كله. فوجود الكمبيوتر معاك كمدرس أداة مهمة جدا، المفروض ما تسيبهاش. بالإضافة ان حتى لو المدرس مش بيعرف يشتغل لايف او مش بيعرف يستخدم كمبيوتر كويس، احنا بنوفر تدريبات مجانية باستمرار. من ضمنهم حتى في تدريب شغال حاليا وهينزل مسجل على الويب سايت وعلى قناة اليوتيوب لكل المدرسين، ازاي تقدر تتعامل وتفتح لايفاتك، ازاي تقدر تكون قدام الطالب بتاعك باستمرار 24 ساعة ويكون شايفك. دي كلها حاجات احنا بنعلمها للمدرس، لان ده اصبح واقع لا مفر منه. وجودك على الميديا كمدرس او كده اصبحت حاجة ما فيش منها النهاردة انكار، لازم نكون معترفين بكده. نقطة ممكن حد بره عن المدرسين، او انا دلوقتي راجل محاضر في جامعة، هل المنصة مقتصرة بس على مدرسين المراحل مثلا الإعدادية الثانوية ولا في جانب تاني متجه لأي محاضرين زي مثلا محاضرين الجامعات، محاضرين كورسات بره هكذا؟ هل في الموضوع ده متوفر في المنصة ولا هي مقتصرة على المدرسين بس؟ طيب هقول لك على حاجة. سيستم درسلي هو بيعالج العمليات التعليمية نفسها. يعني العمليات التعليمية بتكون علاقة ما بين مدرس وما بين طالب، أيا يكون بقى المرحلة السنية أو المرحلة العمرية اللي أنت بتدرس لها، مش هيكون فارق لأنه هو فكرة واحدة. فسواء مثلا كنت أنت محاضر جامعي أو بتدرس في حاجة معينة أو لمرحلة سنية معينة، مش شرط مرحلة مدرسية طبعا، فدرس لها تكون ناجحة جدا معاك. لأن أي محاضر أو أي حد شغال في المجال ده هو بيحتاج أدوات ثابتة، أدوات معروفة بالنسبة لأي محاضر. عايز يطلع لايف، عايز يرفع فيديوهات، عايز يعمل امتحانات، عايز يدي واجبات، عايز يطلع أكواد خصم للطلاب بتوعه، عاوز يعمل اشتراكات معينة للكورسات اللي هو بينزلها. أعتقد الموضوع ده مش هيكون بس بيزك على المدرس المدرسة، ولكن نقدر نقول كمان إن أي معلم في أي مجال هيقدر يستفيد من النظام بشكل كامل وبشكل كافي جدا. يعني المنصة في المطلق
عادي ممكن تخرج بره التربيه والتعليم، او التعليم اللي هو الابتدائي والثانوي والاعدادي. بالظبط كده. يعني احنا مش مقتصرة فقط على التعليم المدرسي، ولكن التعليم الجامعي كمان له دور معانا. بعض الناس مثلا اللي بتعلم في مجال قراءة القرآن ومجالات تانية أخرى برضو هتكون معانا، وأعتقد إن الموضوع ده أصلا منتشر في بلادنا العربية، في مدربين كتير في مجالات كتير بيبقوا محتاجين حاجة زي دي تساعدهم في إنه يقدر يعلم الطالب بتاعه بشكل كافي وبشكل كامل. فده الرسل هيكون ناجح جدا في كده. طب حاجة مهمة جدا وهي علاقة بقى ولي الأمر والطالب، اللي هو فكرة متابعة ولي الأمر بالطالب. مثلا في الدروس العادية اللي هو مثلا الطالب بيروح درسه وهكذا، ولي الأمر ممكن يتابع، مثلا يكلم المدرس، يروح لابنه درس في مرة عشان يتابع يسأل عليه. فكرة بقى ان هو قاعد في البيت وفاتح تليفون او فاتح كمبيوتر وقاعد قدامه، أو بتكون فانا قاعد يعني قاعد بيتفرج، فهو طب ده تعليم ولا ده يعني فاهم؟ بالظبط. فانا عايز اتابع برضو ابني، عايز اعرف هو ابني، انا ابني جه قال لي انا عايز اشترك في منصة هتوفر عليا دروس كتيرة، وهتوفر مثلا فلوس دروس كتيرة، وهتوفر عليا ان انا اتعب نفسي في ان انا اروح هنا واروح هنا واروح هنا. طب انا برضو كولي الامر، طب ما هقعده في البيت ماشي، يعني هنوفر فلوس وهنوفر وهنوفر وهنوفر. طب انا عايز برضو اتاكد ان ابني فعلا بيتعلم. مظبوط. هل بقى في نظام او في حاجه ممكن تخلي ولي الامر يتابع ابنه على المنصه؟ انا بص، كويس جدا انك سألت سؤال زي ده. من الحاجات فعلا اللي بتخلي اولياء الامور مش مقتنعين قوي بفكرة التعليم اونلاين، او ان ابنهم يكون حاضر مع مدرس من خلال شاشة كمبيوتر او شاشة موبايل، هو انه هو مش عارف ابنه بيعمل ايه. هو بيقول لي انا بتعلم، بس هو عايز يكون مطمن اكتر. ولذلك احد الاعمدة الرئيسية في درس لي هو ولي الامر. طبعا ولي الامر يعني نقدر نقول منسف في حاجات كتير جدا. يعني منصات كتير بتهتم بالعلاقة ما بين المدرس والطالب زي ما احنا اتكلمنا، لكن درس لي هيدي فرصة لولي الامر انه يتابع ابنه خطوة بخطوة. هو بيعمل ايه، بيتابع ايه، خلص كورساته ولا لسه، مدرسينه تقييماتهم ليه ايه، في امتحانات هو ما حضرهاش، في واجبات هو ما حلهاش. طب ده كله هيتعمل ازاي؟ عن طريق ان ولي الامر اصلا بيسجل معانا على السيستم. يعني الطالب لما بيجي يسجل احنا بنطلب منه اجباري انه لازم يحط رقم ولي الامر، رقم تليفون والده، وطبعا دي حاجة اساسية ولازم يعملها. كذلك ولي الامر احنا بنجبره لما بيجي يسجل انه لازم يكتب رقم ابنه عشان نعمل لينك ما بين الاتنين، فيبقى حساب الطالب مفتوح عند حساب ولي الامر. فلو هو ما حضرش امتحان مثلا، فتسمع على طول عند ولي الامر ده ابنك في امتحان ما حضرش امتحان، او ما شافش المدرس بتاعه نزل فيديو او نزل محاضرة او كان في لايف وهو ما حضروش كحضور كمان ده فيه. بالظبط كده. وعايز اقول لك كمان ان هو لو عنده 2 طلبة مثلا على نفس السيستم هيقدر يتابع الاتنين عن طريق انه بيضيف رقم تليفوني لابن التاني برضه. فبيبقى معاه برضه يقول له الابناء بتوعك احمد وسارة وفلان، ال3 دول على السيستم، واحد وليكن في اولى اعدادي، اولى ثانوي، ثالثه ثانوي. فيقول له كل واحد ماشي ازاي، مدرسينه شايفينه ازاي، تقييماتهم عامله ايه. طيب يقدر كمان يتواصل مع المدرس نفسه بخصوص ابنه، وبحيث برضو دي نقطه مهمه، دي هتحسس ولي الامر اكتر بالاطمئنان من ناحيه التعليم اونلاين، ومن ناحيه ان هو يسيب ابنه يتعلم من خلال شاشه كمبيوتر، دي هتخليه مطمن اكتر. وبالاضافه كمان ان في حاجه جديده بتنضاف في الويب سايت، هي المتابعه عن طريق الواتساب. فممكن ولي الامر اصلا ما يحتاجش يدخل على السيستم علشان خاطر يتابع ابنه، ممكن تجي له رسائل على الواتساب اصلا من السيستم تقول له خلي بالك ان احمد ابنك كان عنده لايف النهارده مع المدرس الفلاني وهو ما حضروش، او جاب في اخر امتحان ليه مع الاستاذ الفلاني درجه مش حلو، او تقييم الاستاذ الفلاني ليه شايفه ان هو مستواه قل عن الشهر اللي فات. فدي هتخليك كولي امر مع ابنك لحظه بلحظه، لو ظهرت عنده مشكله نقدر نتداركها بسرعه، نقدر نحلها باسرع وقت، ودي هتفرق كتير في مستوى الطالب، هتفرق كتير اصلا في عمليه التعليم او التدريس اونلاين نفسه. طب انا دلوقتي
انا مش يعني ايه، انا مش مشترك في المنصه، عايز ادخل واستفاد من الخدمات بتاعه المنصه، هل لازم ادفع فلوس في المنصه علشان استفاد من خدمات المنصه، ولا في كذا اوبشن تاني ممكن يغنيني عن ده؟ شوف انا هقول لك على حاجه عشان اكون واضح وصريح. هدف اي بروجكت جديد هو يعني، او اللي بيعمل بروجكت جديد بيكون الهدف بتاعه هو انه يجمع اكبر ربح ممكن. دي حاجه معروفه في البيزنس على طول. ما هو ده طبيعي، ده يقول لك بقى فاتح منصه يبقى كده انا عايز فلوس منها بقى. بس خليني اقول لك بكل صراحه، يعني والله يعني ما كان الهدف من بدايه درسلي هو فلوس، ولكن كان الهدف ان احنا نقدم فكره جديده تكون مختلفه عن كل الافكار اللي موجوده، تقدر تقدم قيمه بجد. ما كانش الهدف ان احنا نكرر نفسنا، ما كانش الهدف ان في منصه شاطره فاحنا عايزين نقلدها. كان الهدف ان احنا نطلع بحاجه جديده مستقله بذاتها، حاجه نقدر نقول انها لاول مره في مصر حرفيا. يعني ايه؟ المنصات التعليميه موجوده في مصر بشكل من زمان، ولكن سيستم بالحجم ده وبالخدمات دي لسه لأول مرة نقدر نقول انه موجود في مصر. زي ما قلت لك كده، مش الهدف الأول الفلوس على قد ما الهدف الأول إن الخدمة توصل للمدرس على أكمل وجه، ثم بعد ذلك ممكن نتكلم في الفلوس. وأنا هنا مش بقول علشان برضو الناس ما تقولش إيه أنت بتقول كده علشان خاطر مثلا ما فيش حد مش هدفه الفلوس. أنا بقول إن الفلوس هدف، ولكنها مش الهدف رقم واحد. هدف رقم واحد الأول إن الخدمة تنجح وتقدر انت كمدرس تستفيد باللي احنا قلنا عليه، وبعد كده لما تحس انها قدمت لك ميزة نقدر بقى نتكلم عن الفلوس، مفيش مشكلة. تمام. سؤال بقى ايه ممكن يكون صعباني شوية، بس يعني هو غريب بالنسبة لمنصات كتيرة بصراحة، ان الطالب ممكن يسأل يقول لك طب الطالب ساعات ممكن في اوقات كتيرة يحتاج المدرس انه يتواصل معاه تواصل شخصي. مظبوط. منصات كتيرة بترفض او مش بترفض، ما يبقاش عندها اوبشن ان انت ممكن كطالب ان انت تتواصل مع المدرس اللي انت بتحضر له، او بشكل شخصي، او حتى من خلال المنصة انك تتواصل معاه هو من خلال المنصة. مظبوط. سيبك ممكن بجانب شخصي، ده ممكن منصات كتيرة تقول لك لا بلاش، بس حتى ما بيوفرهوش في جانب المنصة. هل درسلي موفرة حاجة شبه كده؟ شوف هقول لك على حاجة، ده كنوع من تقريب الطالب للمدرس. بالظبط طبعا. بالنسبة لي انا يهمني كتير ان الطالب يكون عارف هو بيتعامل مع مين المدرس ده، صفحاته على السوشيال ميديا، لو رقم تليفونه، واتسابه، لو عامل جروب على واتساب او على التليجرام. دي حاجة ما تضايقنيش ابدا، بالعكس ده هيدي فرصة للطالب انه يكون مطمن اكتر، لانه هيقدر يعرف هو يتواصل مع المدرس بتاعه ازاي وامتى، بعيدا كمان عن المنصة. انا كدرس لي بقدم خدمة، الخدمة بتاعتي هي ان انا بديك ادوات تساعدك في التدريس اونلاين بكامل كفاءتها، لايف، ما يفصلش معاك كل 40 دقيقة، ما يوقفكش بعدد محدد من الطلاب ويقول لك لا ده انت مش هتقدر تدخل عدد اكبر من كده. اما فكرة ان المدرس والطالب بيتواصلوا او لا، انا يهمني انهم يتواصلوا. ليه لا؟ انت كمدرس حط لينكات السوشيال ميديا بتاعتك على الويب سايت، خلي الطالب يعرفك، بالاضافة انك انت لو بتعمل حاجات مجانية مثلا، على في مدرسين كتير بتعمل محاضرات مجانية كنوع من الاعلان ليهم على يوتيوب، وبتبقى مفتوحة مجانا لكل الطلاب. فاش بقى اجي انا اقول لا انا مش عايز الطالب يتواصل مع المدرس او ما يعرفوش او الكلام ده كله. بعض المنصات تقول لك ايه، ان ممكن التواصل ده يجي بشكل عكس عليا انا، اللي هو الطالب لو مثلا طالب جالي انا يعني دخل المنصة مع المدرس، اللي هو ممكن المدرس يعمل حركات كده وكده فياخد الموضوع في حتة تانية ويطلعني بره المنصة خالص. ويروح هو بقى ايه، هو الطالب يعملوا بقى خلاص بقى ياخدوا بقى درس يروح بمنصته اللي خاصة هو. بس هقول لك على حاجة، لو انا قدرت اقدم لك كعبد الرحمن مدرس، اقدم لك خدمة بجد هتفرق معاك بجد، انت مش هتستغنى عني. فغالبا مفيش مانع ان الطالب يعرفك او ما يعرفكش، لان انا كده او كده انا هكون من ضمن اساسياتك في حساباتك.
ففكره بقى ان الطالب يعرفك، لا ده ممكن. طب ممكن ايه؟ ما هو لازم الطالب يعرف المدرس. ما ينفعش ان انا احجب المدرس عن الطالب او العكس. كذلك برضو ما ينفعش احجب المدرس عن ولي الامر او العكس. احنا لسه دلوقتي كنا بنتكلم ان الطالب هيقيم المدرس بتاعه. طب انا اسف، المدرس هيقيم الطالب بتاعه. طب ازاي هيقدر يقيمه وهو اصلا ما بيعرفش يتواصل معاه، وهو اصلا ما يعرفش مشاكله فين؟ فضروري اللينك ده يكون موجود. ومن الحاجات اللي احنا راعيناها اصلا في السيستم بتاعنا هو ان المدرس يستخدم لينكات السوشيال ميديا بتاعته هو، مش بتاعت انا كسيستم او كمنصه، ولكن هو اللي يقدر يستخدم لينكات السوشيال ميديا. ولي امر يقدر يكلمه سواء بشكل شخصي او من خلال المنصه ايا يكون. دي حاجه مش هتضرني، ودي حاجه انا شايف انها مش هتقلل من الخدمه اللي احنا بنقدمها حاجه، بل بالعكس. انت كمدرس اشتغل، حط لينكاتك، خلي طلابك يتواصلوا معاك، جمعهم كمان في جروب او في جروبات لو انت حابب. ده كله امر ما فيهوش مشكله بالنسبه لي. لكن احنا يعني تعقيبا برضو على نقطه ان ممكن مدرس ياخد، دي بالنسبه لنا احنا امر منتهي. لا انا لما جيت ذكرت الموضوع ده ذكرت على منصات تانية. مظبوط. منصات تانية ممكن تفكر في ان احنا في ناس كتير بتفكر بالعقليه او بالطريقه دي. بس يا جماعه يعني ايه، اعتقد طب هحجبه لحد امتى؟ يعني هفضل حاجبه لحد يعني عندي مدرس مختفي ما حدش هيعرف هو مين فين؟ اعتقد دي مش نقطه قوه بالنسبه لي كمدرس. ولكن انا لما ابقى سيستم معايا مدرس شاطر ومعروف، اعتقد دي نقطه قوه بالنسبه لي، صح، مش نقطه ضعف يعني. صح. فده امر بالنسبه لنا ما فيهوش حاجه. طب هو انا دلوقتي مدرس، اشتركت معاك في خطه او في نظام معين، حصل مشكله ما، هنفترض ان حصل مشكله فنيه، حصل مشكله في الدفع، حصل اي مشكله، هل في دعم فني موجود يقدر يحل لي المشكله دي او نتواصل لحل المشكله دي موجود داخل المنصه؟ هقول لك على حاجه، ومش بقول كده عشان درس لي يعني انا احد المشاركين فيها او كده، بس احنا يعني تيم كامل. ناس موجوده للدعم الفني، ناس موجوده علشان خاطر تقدم المساعده في وقتها، مش بعدها ب3 ايام. احنا بنراعي، ممكن المدرس ده يكون عنده امتحان بكره الصبح، ممكن الطالب ده يكون صباح الصبح عنده امتحان. لو انا ما قدرتش استجيب له في وقتها وباسرع ما يمكن، انت كده بتضيعه. فمن الاساسيات اللي لازم تكون حاضره وحاضره بشكل قوي هو تيم دعم فني كامل. الناس هتقدم لك دعم سواء في رفع فيديوهاتك، اصدار الاكواد بتاعتك، لو انت عاوز تعمل خطه معينه لدرس معين وانت مش عارف تعمل، طبعا السيستم بيديك انت كمدرس انك تعمل الكلام ده بنفسك. يعني انا كمدرس اقدر اطلع كود خصم للطالب بتاعي. عندي طالب شاطر الشهر ده وعايز اعمل له مكافأة، فعايز اعمل له خصم على التدريب مثلا، بدل ما هو بيدفع 100 جنيه لا يا عم انا عايز اخليه يدفع 50. الكلام ده انت بتعمله بنفسك كمدرس من خلال السيستم. ولكن لا مانع لو انت ما قدرتش تعمله او حسيت ان الموضوع صعب شوية، فتقدر تتواصل بكل بساطة مع خدمة العملاء وهي بتأكتف الكلام ده بنفسها. وكذلك الطالب، لو الطالب نفسه عنده مشكلة في المتابعة او مشكلة بأي شكل يكون، يقدر يتواصل مع الدعم الفني الخاص بالطلاب وهيقدر يقدم له الدعم في وقتها. وبالذات الطالب، لان احنا بنراعي ان احنا بنقدم خدمات تعليمية، والخدمات التعليمية بتاعتنا في خدمات مدرسية، مراحل مدرسية ومراحل جامعية، بيكون عندهم امتحانات. فما ينفعش ان انا مش بقدم خدمة دعم فني اللي منتج بيتباع. لا، انا معايا طالب ومستقبل، فلازم اكون موجود بدعم فني. ده حاجة اساسية. طب الصلاح يعني بشكل صريح كده، عايزين اللي ممكن يشد الطالب والمدرس في ان هم يشتركوا في منصة درس لي، ويعني دونا عن اي المنصات الموجودة مع انتشار المنصات كتيرة موجودة دلوقتي في الساحة اليومين دول. مظبوط. شوف هقول لك على حاجة، احنا قبل ما نأكتف السيستم ونشغله، احنا درسنا كل المنصات الموجودة فعلا، وعارفين في منصات موجودة مستواها جيد جدا، حاجة حلوة مش وحشة. ومش عشان برضو أنا بتكلم عن سيستم درس لي فأتكلم وحش عن حاجة تانية. في منصات ناجحة فعلا وبتقدم خدمات بجد، بس أنا كدرس لي برضو مختلف.
ليه؟ لان بالنسبه للمدرس مثلا، لو خدنا المدرس كمثال، انت كل اللي انت محتاجه موجود في مكان واحد، حرفيا مش هتطلع براه. ودي حاجه مش موجوده في كل المنصات. في منصات بتقدم خدمات جيده بس بتلاقيها ناقصه حاجه. يعني مثلا في منصات بتقدم لايفات بس بيبقى لايف صغير ضعيف، مش فيه كل الادوات مثلا اللي انت هتقدر تستخدمها. لكن مع السيستم بتاعنا هتلاقي تقريبا كل اللي انت محتاجه كمدرس، بدايه من لايفاتك، ترفع محاضراتك، تعمل اشتراكاتك براحتك، تطلع اكواد خصمك، تعمل امتحاناتك، تعمل واجباتك، وحاجات تانية كتير جدا السيستم هيقدمها لك ومن داشبورد واحدة. يعني انا عايز اقول لك يا عبد الرحمن ان هو مش هيخرج اصلا فعليا بره الويب سايت ده لو اتكلمنا عن المدرس. طب تعالى خد الطالب كمثال. انا ايه اللي يخليني كطالب اقول ان انا عايز اتعلم من على سيستم زي ده؟ المتابعة رقم واحد، انت هتتأكد انك فهمت، لان المدرس شايفك، مش شايفك ولكن شايف ادائك. فيقدر يقول انت مثلا انت شفت اللايف ده او حضرت معاه المحاضرة دي بس درجات امتحاناتك ما كانتش احسن حاجة. فممكن المدرس يتواصل معاك انك عايزك تعمل كذا كذا، او تعيد انك تعيد الشرح ده مرة تانية او تشوفه مرة تانية عشان خاطر تقدر تدخل تعيد امتحاناتك مرة تانية بحيث ان مستواك يكون اعلى. المتابعة بالنسبة للطالب حاجة مهمة جدا. ما كانش الهدف خالص ان انا اقدم له محتوى واسيبه واقول له لو انت عاوز تتعلم اتعلم، مش عاوز تتعلم ما تتعلمش. لا، انا عاوز انا الزمه بانه يتعلم. وده كان سبب من الاسباب اللي خلاني دخلنا ولي الامر معانا كمشارك في العملية دي، لان انا مش هقدر الزم الطالب في البيت، ولكن ولي الامر لو بقى متابع معايا وحاضر معايا كل حاجة اعتقد ان هو هيقدر يفهم ويعرف مستوى ابنه واصل لفين ومحتاج يشد على نفسه اكتر في ايه. ودي حاجات كتير. يعني من اكتر الحاجات اللي بتتعبنا كمدرسين هي انه اولياء الامور احيانا مش بتكون متابعة معانا. انا ممكن احكم الطالب بتاعي قدامي لكن في بيته انا ما بقدرش. صح. وعلشان كده ولي الامر هو جزء من العملية التعليمية اللي هتتم من خلال سيستم درس لي. فسواء كنت مدرس، كنت طالب، كنت ولي امر، هتحصل على كل اللي انت محتاجه حرفيا من خلال سيستم درس لي. طب في نهاية كلامنا بقى، هل فعلا التعليم اونلاين او بشكل التعليم من عن خلال المنصات فعلا، يعني بعد كلامنا ده كله، بعد اللي احنا ذكرناه سواء عن منصة درستي او عن كل حاجة تخص التعليم اونلاين، هل فعلا ده كفيل ان هو يغني الطالب ويغني المدرس عن فكرة التعليم التقليدي؟ هقول لك على حاجة، هي التعليم اونلاين النهاردة اصبح واقع لا مفر منه، مش بس في مصر، معظم دول العالم بتتجه النهاردة للتعليم اونلاين. فعلشان تكون انت مدرس شاطر ما بقاش الموضوع بقى مقتصر على انك شاطر في مادتك، كمان معرفتك بحاجة زي دي هتفرق معاك جدا، هتفرق مع الطالب بتاعك جدا. طالب النهاردة انه يكون مع مدرس عنده خلفية بالتعليم اونلاين او بالتعليم الالكتروني عموما غير لما يكون مع مدرس ما عندوش خلفية زي دي. فدي فرصة كويسة انك كمدرس تخوض التجربة دي وتبدأ فيها وهتفرق معاك كتير جدا. فهل التعليم اونلاين بقت حاجة ضرورية؟ انا شايف انها حاجة اساسية، كانوا حتى من التسهيل بالظبط. يعني في اي وقت الطالب بتاعك محتاجك هيروح يجيبك من البيت، يكون ليك محتوى موجود اونلاين يقدر يتابعك من خلاله. تمام. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ صلاح والله. يعني الشكر موصول ليكم كان طبعا. يعني كان لقاء ممتع والله، وعرفنا كل حاجه تخص فعلا منصه درسي. الحمد لله. وبنتمنى يا رب ان المنصه تشتغل بشكل كويس جدا والطالب والمدرس وولي الامر يبقى مطمن على ابنه الله. وان شاء الله باذن الله تكون حاجه كويسه. خليني برضه استغل البرنامج بتاعكم واقول ان احنا عاملين اصلا في الاساس حاجه مجانيه لكل المدرسين بحيث انه يقدر يجرب السيستم ويقدر يشوفه ما يبقاش شيء مبهم بالنسبه له. يعني طب ده كويس حتى كفتره تجربه كده اللي هو يشوف الدنيا ايه ده. يعني الحمد لله ان شاء الله باذن الله تكون خطوه كويسه ليكم وتحققوا فيها نجاح كبير يا رب. بشكر جدا حضرتك والله الصراحه انك كنت موجود معنا النهارده. شكرا لكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتيره من بودكاست ايديو توك. تصبحوا على الف خير.